اهلا حبة الغالية تاعي، وش راكم؟ وش تديروا؟ وش حوالكم؟ صحة رمضانكم رمضان كريم يا كل متتبعاتي وكل انسان يتفرج في هذا الفيديو. اي الحبيبات كنت برا، ادخلت صليت الوحدة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. صلوا على النبي الحبيبات الغاليات. صليت الظهر تاعي الحمد لله، باه نحس نهاري يعني يفوت على الكيف ويكون فيه كما نقولوا احنا البركة، والصلاة فرض واجب علينا البنات. هاي الحبات الغاليات، رحت خرجت للحانوت جبت البايط هذا وبرك وجيت لاني نحتاجهم. الاخرين معمرين لي زيبيس، واش نقولكم، ونحتاجوهم وعلى بالكم ساعه تجي اختك تدي باطا، ساعه يدخل الانسان السبيطار ديري له باطا. المهم حكايتهم حكايه. هادو يديروا غير 10,000 من عند الحانوت اللي لاصقه في فريد حماشه البنات، عنده كل شيء روعه، يعني غير 10,000. رايحه نقسم فيه اللحم هذا باه نعرف كيفاه ندير العشاء تاعي تاع شهر رمضان. شريت البلا هذا باش ندير قلب اللوزه البنات، لانه مليح على الكيف، يدير غير 30,000 ويعجب لي وثقيلو مليح. نبدا على الدجاجه هذه نشوطها، واش نقولك الدجاجه نقسمها على 1000 كيما قالت هذيك المتتبعه هذيك المره في قناتي. يا البنات خواتاتي كل شيء غالي، كل شيء شوط، بصح واش نديروا؟ الحمد لله نجيبوا نفوتوا شهر رمضان شويه شويه. شهر رمضان ماهوش ماكله، يعني عباده، ومليح الانسان يصلي 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 ويقرا شويه قران يا حبيباتي، ويدير شويه ماكله ياكل. هنا الحبات الغاليه طرغيتهم مليح 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 بالازيز، لانه نيلو، والنيلو هذا يكونوا فيه ميكروبات. ومن بعد شللتهم مليح وندير فيهم الخل هكا نعقمهم. عقموا البنات بالجفن ولا بالخل واش عندكم، على خاطر الجراثيم بزاف. بسم الله نبدا العشاء تاعي. يا الليله الحبات الغاليات، كل وحده تقول لي واش دارت الافطار نتاعها. يعني احنا مجتمع جزائري ككل، فينا الطبقة الفقيرة، فينا الطبقة الغنية، فينا الطبقة الوسطى، فينا الطبقة الدنيا. المهم كل واحد واش يكتب له ربي العالمين ياكل. شهر رمضان ماهوش شهر الأكل، شهر رمضان شهر العبادة، ولازم احنا نغتنموا الفرصة. يعني اللي يعرف يصلي دوما ويقرأ القرآن دوما، احنا نقعدوا كي يوصل شهر رمضان نبداو شهر العبادة. العبادة دوما راهي كاينة. هاي يوم البصلة واش نقولكم، البصلة ولات اكثر من التفاح لانها استعمال يومي. لوح شوية هكا حبيبات الغالية تاعي، شوية خل. اللحم تاعي، البيض راهم مازال معقمين، الدجاج راه يتعقم حتى هو، ونبدا نخدم فيه عقلية حبيباتي غالياتي. ابداو الفطور تاعكم بكري باه تلحقوا. اللحم تاع الدجاج غالي واللحم تاع المال غالي. الحمد لله واش نديروا، اللي يقدر يجيب شويه، اللي ما يقدرش يجيب تاع الدجاج وخلاص. كاينين اللي ما قدروش حتى على الدجاج، يحسن العوان معليش. الحمد لله كل واحد واش كتب له ربي. هنا في الجاري رايحه اللوح رجله حبيبتي غالياتي، وشويه لحم احمر. الانسان يسخف هكا اللحم الاحمر. هنا رايحه ندير معاكم طاجين. هاي الجاري تاعي واش رايحه ندير فيها حبيباتي، البصله والثوم والزيت، الكزبر، الفلفل الكحل، الملح والفلفل الاحمر، شويه حلو وشويه حار، ما نديرش بزاف الحرار. هيا قولوا لي حبيبتي واش رايكم، نزيد شويه طماطم. الجو تاع رمضان يعني جو وحده سبحان الله. مم كي تعودي تطبخي تشمي في واحد الريحه، سبحان الله. الايام العاديه نشمو، بصح مش كيما شهر رمضان. نزيد له شويه هريسه باه يجيني جاري مليح وبنين. هنا بنتي راهي تعاون فيا لان السنه يعني كبرت،
الحمد لله. ومحلاهم البنات يعني شيء عظيم. السعد اللي عنده البنات واللي ما عندوش ربي يرزقك يا اختي الحبيبه. هنا كما شفتوا درت العظم نحيته، الصدر عفوا نحيته، خليت غير العظم، شويه زيت، شويه بصله، شويه ثوم، والملح ما تكثروش، عندكم ديروا الملح في رمضان، شويه فلفل الكحل باش تجي الكفته تاعي حاره، شويه كمون، شويه كزبر، باه ندير الكفته تاعي تجي بنينه هكا موالفه، ننصبها ويجي واحد المذاق رائع جدا. هي الجاري تاعي راهي تقلى، واش نقول لكم، والريحه يا الحبيبات يا الغاليات تشهي. تسمح لي اللي ما دارتش باللحم، واش نقول لك اختي العزيزه، معليش، هذا ما كتب لك ربي، قولي الحمد لله. والدنيا دواره، ممكن درك انا ناكل هكا غدوه الدور، نعود ما ناكلوش طول، ولا ما نشوفوش طول، ولا ما نشمش ريحته. كاينه واحد الاخت تاعي قالت لي ام ريتاج والله ما جبت اللحم، حطي لنا كشمه وصفه تاع بطاطا بلا لحم. والله يا البنات خواتاتي كي قالت لي هكاك والله لا غلبت، ما عليش اختي قدرت. هنا الحبات الغاليه تاعي رايحه ندير شويه طاجين. الطاجين يشتي شويه ليدام، درت شويه طرف تاع اللحم فيهم ليدام، وشويه يعني حمر اللحم ساك، لحت شويه ملح شويه برك، وزدت شويه سمنصوله الحبات الغاليات، ونقليهم مليح تاني يذوبوا. ندير كيما هكا كاس تاع السكر، كي تقلات لي البصله تاعي مليح وذابت، نزيد اللوح نصف كاس كما راكم تشوفوا، نصف كاس تاع السكر، ونحرك بالعقل حتى يدخل في البصله هذه كامل واللحم باه يتكرمل اللون اللي بغيتيه صفر، بغيتيه قهوي، ومن بعد كملي ضيفي الكاس تاعك، على خاطر اللون يعطيه لك السكر على الاول. هيا درك نزيد نضيف الكاس، ضفت الساع ثاني الكاس النص اللي بقى، وزدت لحت كاس ثانيه الحبيبات الغاليات كما راكم تشوفوا، يعني درت 2 كيسان. هيا ونزيد نخلطهم مليح في هذاك المكرمل، وكي يبدا يذوب لي شويه اللوح الماء سخون، ونخليه هكا يغلي في عقلو على نار ناقصه. هنا كما راكم تشوفوا الزغبه هذاك تاع الزبيب اللي شريته هذيك المره شويه، وزدت هذا شويه، وزدت شويه اناناس الحبات الغاليات، جبت 2 برك، لان واش نقول لكم الاسعار راكم على بالكم، كاينين لي غروسيست شويه الاسعار تاعهم. زدت شويه مشماش هذا اللي كان عندي في الباطا، المهم زدت شويه. والطاجين كما على بالكم نديروه على 3 ايام على 4 ايام بزايد، لانه نديروه كفال حنا دوما في رمضان لازم يكون الطاجين على المائده يا حبيباتي، بهي لنا. وثاني الذوق تاعو رائع جدا، والحاجه الحلوه ديما تكون فيها المليح. هيا نلوح لهم الماء هكا كامل في بعضاهم، والعين هذه نديرها وحدها ونغسلها وحدها، لانها تطرق حاجه هكا كحله كي تعودي تغسلي فيها. هيا نغسلهم مليح يا حبيباتي غالياتي. اليوم ندير معاكم واحد الطاجين يشهي. شوفوا البنات، غسلوا وعاودوا حتى تصفيوها مليح بالماء الدافي شويه والماء البارد. هذا الاناناس غسلته ونحيته ونحطه من بعد ونلوحه. هذا الصدر ريحان رحيف في الدار الحبيبات الغاليات. رحيته. نزيد ندير عظمه، شويه دبشه، الماء تاع البصله، يعني ماء رائع جدا يمد الكل اللحم تاعك. ونزيد شويه برك بصله، ما نكثرش لان المرقه راهي فيها البصله. نزيد شويه ملح، ما تكثروش الملوحات خاصه رمضان، شويه كمون، ونخلطهم مليح في بعضهم. الليله رايحه ندير لكم الكفته نتاع الثوم يا حبيباتي، يعني شكلها على شكل حبه تاع الثوم. الانسان يبغيها يموديفي خاصه في رمضان، يعني يشتي يبدل شويه هكا الجو، لانه شهر رمضان شهر العباده، والمراه مسكينه دوما تحاول تجيب هكا حاجه مليحه لدارها ودير جو لولادها. الزيتون هذا البنات شريته من عند السلامي ب50,000، خير من تاع البيدونه هذيك، الوزن تاع البيدونه والوزن تاع الماء، والزيتون فيها غير قليل. اشتريوا البنات تاع الميزان يصفيه لكم مليح من الماء، وب50,000 لا رطل، يعني الله يبارك خير ربي، يعني تفوتي به نص رمضان، وإلا كان وحدك تفوتي به رمضان كامل.
هنا ندير غير زغبه برك لاني رايحه ندير على فرد ليله. هذا مكان ما تفزوش البنات وما تبذروش، كلشي غالي. يا رايحه درك نعمر لي بورتمونجي تاعي كما تعرفوني في الايام العاديه نقسم، في رمضان نقسم. هذا هو الانسان. والمراه اللي ما ديرش تاويل راجلها ودارها ماهيش مراه. كوني قافزه وكوني فحله، تاكلي ديما اللحم وما تشريش ديما. وكما على بالكم الاسعار في برا نار. هبطوا لكم 20,000 في الطبايط. كاين اللي سحق نخرج الحبيبات الغاليه تاعي. انا دركا راح نمرق الكفته نتاعي. نمسح الروبو تاعي. شوفوا البنات خواتاتي، باه ما تتعبوش، باه ما تغلبوش، باه ما تكثرش عليكم الخدمه، ورمضان على بالي الماعن من القرن القرن. امسحوا الحوايج تاعكم، رحيتي فيه البصله، رحيتي فيه اي حاجه، ديري شيفونه زغباء زيزه الحبيبه الغاليه، ومسحي الروبو تاعك. وعلى بالكم الروبوات هذو كي طاشا فيهم حاجه برك يقعدوا يعني حتى ولو مسحتي هكا ولا زغبه جفاء البرك، ومسحي حوايجك يبقاو ديما نظاف. هاهي الطاجين تاعي تقلى وتكرمل لي شويه، اطلق العسل شغل ولا مليح على شكل عسل. يعني يصلح دركا نلوح فيه المكونات نتاعو. هاهي تاكلوا الزبيبه الحبيبات الغاليات. هاهي رمضان كريم. هاهي الحبيبات تاعي. شكرا لكم يا حبيبتي يا غالياتي، شكرا على التعاليق الطيبه، ونقول لكم دوما شكرا شكرا شكرا، وربي يحفظكم. هنا كما راكم تشوفوا زدت لحت الزيتون في الكفته يا حبيبتي الغاليات. نقصت الطاجين تاعي راهي طيب. دركا الدبشه الطريقه هذه يا البنات يعني راهي مليحه وما تتعفن لكمش، وساعه ساعه ضربوا عليها طله. نديروا هكا طرشونه، ولا ديروا اللي ما عندهاش طرشونه دير هكا لي بابي هذو اللي يمسحوا بيهم، الكواغط هذو اللي يمسحوا بيهم البنات، ورشي هكا رشه خفيفه برك الدبشه تاعك هكا باه تقعد لك جديده. كما نقولوا احنا فراش. لازم تكوني حيليه في كل شيء، لازم كل شيء تحافظي عليه. ماشي الشيء اللي يجيب لك راجلك طيش في الفريجيدار طيش في الفريجيدار وهذا يركب على هذا حتى كل شيء يروح يفز لك الخضره الدبشه. المهم لازم تكوني فحله ويكون الفريجيدار تاعك ديما نظيفه الحبيبه الغاليه. وما العظام واش نقول لكم، العظام سنا بلاكه ب60,000 يا الحبيبات. رايحه نديهم الفريجيدار لان الفريجيدار هذا صغير وما يهزليش، نديه لتاع الصالون. كما راكم تشوفوا القضيان راه مازال محطوط باه نعدلو. يعني هذا ما فيهش الحوايج اللي رايحين يفسدوا الحبيبات الغاليات. وعلى بالكم الخدمه بزاف. خرجي برا شري، خرجي جيبي هذيك جيبي هذيك، اجري لهيه. وانا كنت تما نجيب في حوايج من برا. ان شاء الله نشاركهم معاكم الايام الجايه يا الحبيبات الغاليات. نهار في باتنا نهار في عين جاسر تما ما قعدتش يومين قبل رمضان. يعني واش نقول لكم، هذا الخضيان جبتو ليله بقى رمضان ليله تما ليله رمضان جبتو ليله رمضان. الحمد لله الخدمه بزاف، وكي تعودي تقفزي برك يعني تقدري تكملي شغالاتك. والحمد لله الصحه برك الحبيبات الغاليات. شتو الماعن راهم محطوطين اللي خدمت فيهم الحبيبات الغاليات، معليش درك نغسلوهم. هنا رايحه ندير شويه لور دافله الحبيبات الغاليات. احنا نديرو فيها الروز. درك شوفوا واش نديرو كامل فيها. نطيب منا ندير الفلو منا باه يا ربي نلحق اللي وحده ما يقدرش. كان إله اقفز تقفزي وما تزربيش، يعني اقفزي. كي تعودي تخدمي تكوني لازم قافزه باش تقدري توفري هذاك العشاء للعائله. هنا لي فارين هذو البنات خواتاتي تاع سجاج عندهم سنين طويله، سنين يعني واش نقول لكم بزاف بزاف. وهذو تاع النيلو شريتهم على الحانوت هذيك اللي قلت لكم الحبات الغاليات. واللي ما تعرفهاش نعت لاختي الحبيبه راهي لاصقه في فريد حماش. الصيغي فريد حماش راهي لاصقه في حانوت يبيع الحوايج يعني
ب10,000 ب5,000 ادي واش بغيتي. حنا طبقه متوسطه الحمد لله، نديرو سجاج، نديرو النيلو، ونديرو كل شيء، ما عندناش باه نديرو الماركه الحمد لله. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعيش في الدار تاع التراب. تاع دركا تقول لك ذوك لي فارين شراتهم تاع النيلو، ولا تقول لك اختي هذاك السيرفيس راهي تاكل فيه، ولا تبسه ديما تاكل فيهم. الرسول عليه الصلاه والسلام اللي رسول كان يرقد في الدار تاع التراب، وحنا زدنا من التراب. تشوفوا ليش لهذوك لي واش نقول لكم، لا علينا، عيشي قد ما عطاك ربي، ما تشوفي حتى عند حد. هنا نزيد ندير في نفس الطاوه باش ما يكثروش الماعن. البنات قولوا لي واش رايكم في الجاري تاعي، البرمه راهي تختخل حبيبات الغاليات. قلت لكم في نفس الطاوه نزيد ندير الفلون الدوزيام، لان واحد يبغي شيكولا، واحد يبغي فاني، كل واحد واش يبغي هكا، ونخليهم الحبيبات الغاليات. هنا بعثت بنتي قلت لها بنتي روحي جيبي لي شويه زوج تفاحات صغار برك. انا قلت لها صغار واش نقول لكم، رحت جبتهم قلت لها قداه، قالت لي ما 23,000 زوج حبات ب 23,000. ما عرفتيش انا اللوحه هكا في طاجين ما نغليها تروح لها المكونات والفائده ما والو، نقشرها نحطها باش تعطي لي بنه الكو هذاك تطلق له وكل في الطاجين. كاين اللي فورها، ما تفوروش البنات، حطوا مباشره تعطيكم كو روعه روعه. يا الحبات الغاليات نمسح الطابله، لان كل حاجه تجي من برا تتحط عليها بلاكا عظام، الحليب، الشربات، القزوز، المهم القضيه نتاع برا كل شيء تحط على الطابله، صح ولا ها البنات؟ نمسحها لاني رايحه نخرجها للهول باه نبدا نوجد. لازم تخرج للهول البنات، لازم، على خاطر في الكوزينه الدوري منا تجيبي حاجه منا تجيبي حاجه منا، تخافي يجي وليدك وقدامك تهزي هكا كي قوطه ولا مقله ولا تحرقيه ما تدري واش يكون. وزيد من الاحسن في الهول على الاقل تقعد الكوزينه ميستعه تخدمي واش بغيتي. هنا رايحه ندير الحبات تاع الثوم يا الحبيبات الغاليات. شتها بزاف في المواقع تاع التواصل الاجتماعي وعجبت لي، اليوم غدوه نديرها، اليوم غدوه نديرها. هيا كتبت نديرها في رمضان. ديري ساشي هكا تاع النيلو، اي ساشي عندك، المهم ساشي نظيفه، وحطي النص في النص عفوا اللحم، وبشرط تعوجيها كي تعودي تلميها هكا، عوجيها باش يجيوك هذوك التجاعيد، يعني تتجعد لك وتجيك على شكل حبه تاع الثوم. يعني روعه، المظهر تاعها رائع وعجبت لي والله يا البنات، فرحت بها وكأني طفله صغيره. شافوا البنات هكا حطوا في النص ولموا هكا النيلو تاعكم بالعويجاج، يعني عوجوه هكا، دخلي النيلو في اللحم هكا هكا، ودوري دوري دوري هكا، بغيتي تربطيها اربطيها. والطريقه البنات باش تجيكم مليحه عندكم لا ديروها هكا ومن بعد تنحيوها من الساشي تلوحوها في المرقه، خدموها كيما هكا ولوحوها في لاكلاص تبرد شويه تلم روحها، ومن بعد فوروها، يعني حطوها في كسكس تفور، كي تفور هي ثم تحكم روحها وتتشكل تولي على شكل حبات تاع الثوم. ولا كان درتي بطاطا تغلي ولا لوحيهم في ساشي وسكر عليهم مليح باش ما يدخلش فيهم الماء، وحطيهم يغليو ثواني، كي يغليو يتشكلوا لك. دركا رايحه نلوحهم يا الحبيبات الغاليات تاعي في الكفته. شوفوا البنات جاو يعني حبات ثوم ما شاء الله. وزاد لهم يعني زادت لهم الدبشه واحد البها يعني روعه. قولوا لي واش رايكم، ماشي حبه ثوم، والله حبه ثوم بالذات سبحان الله. يعني اللي اخترع هذه الفكره يعني نقولوا برافو برافو. يعني الناس اللي يحطوا ريوسهم ويخدموا في الدار ويديروا هكا حوايج ملاح، يعني هذه مرة نقولها برافو عليك يا اختي. شافوا حبيباتي يعني جربوها وما تندموش، جربوا البنات، بدلوا الطبله تاعكم بهيو الحاله تاعها. رمضان يعطيكم هكا قوم مليح على كيف وتفرحوا العائله تاعكم. شافوا حبيباتي والله لا عجبوني. هنا بنتي ريتاج راهي تغسل لي في الماعن كما راكم تشوفوا الماعن، ديري في هذا ديري في هذا ديري في هذا وراكم على بالكم بالحاله. هنا رايحه نخمر الكسره، هذاك الدقيق اللي خبيته تاع ديهيا واحد الدقيق صفر ما شاء الله. هيا جيت نديرو في البيترا حبست، ما فهمتش انا واش حبسني البيترا هذه، والله يا البنات ما فهمت واش حبسها. كانت تمشي عادي
جيت ندير فيها حبست، هيا وليت عجنتو بيدي. معليش، لازم رمضان لازم نعجن. كاينين سالي ما عندهمش ويخدموا باليد، انا مرا ولازم لي ندير كوراج ونوض على رجليا ونخدم. هنا قلت لي ريتا جمع اليوم ندير البوراك. هيا قلت لها ديري شويه بطاطا برك ما تكثريش، النهار الاول الناس تعيا تاكل والفزاد مش مليح، وكم على بالكم الحبيبات الغاليات، والصباح الصباح مش مليح. هنا درت انا اللي ندوي لها، درت لها الكمون والفلفل الاحمر الحلو باه ياكلوا الاولاد، شويه دبشه في البطاطا، شويه ملح ما تكثروش الملح. نوجد لها، هي توجد من هي الحوايج وانا نوجد الحوايج. هنا اللحم اللي درت منه الكفته هي قشرت فتة الزيتون، المهم وهي الحوايج الديول الحيزيه هذو البنات شريوهم وما تندموش. الكسره تاعي كما راكم تشوفون نخدم لها منا ونخمر الكسره منا يدهنا ويدهنا، معليش. المهم نديرو الفطور وخلاص. تزربي تقفزي تاكلي، ما تقفزيش قذن العشاء عليك. هيا صول هذا قلت نجربوا الحبيبات الغاليات في الكسره ونجربوا طراه المره هذه طراه مليح ولا مش مليح. قليت مليح الفطر تاعي هو الاخر ونزيدو. هنا نحيت اللحم رايحه نصفي الجاري لازم يتصفي الحبيبات الغاليات. قالت لي واحد الاخت انا نرحي البصله تاعي، هنا الكفته راهي طابت، انا نرحي الكفته تاعي عفوا نرحي الجاري تاعي ما نصفيهش، ما نقدرش لازم نصفيه. كما راكم تشوفوا الدقيق دي هي ما شاء الله وكي تعجن باليد يعني اروع واروع. ندير له شويه صول. هذا سمنه البنات ماهوش كيما مارغارين زي، وهذا زي البنات خواتاتي بالتقطاع الحبيبات الغاليات. ندخل مليح فيه الصول باه يجيني خفيف ويجيه شيش ويجي مليح. هيا الحبيبات كما راكم تشوفوا قرصتهم وخليتهم ورجعت لهنا ونصبركم نديركم الاجواء الحبيبات الغاليات باه تحسوا براحه رمضان. كما قلتوا لي ريتاج شاركي معنا شهر رمضان، نشارك مع حبيباتي كل حاجه منها. انتوما ممكن تديو فكره على الطبخ تاعنا، ممكن تشوفوا حاجه ما تعرفوهاش، المهم الانسان يتعلم على اخوه، ما كانش اللي زاد معلم. هنا بنتي ريتاج واش نقولكم تخدم في عقلها كيما بنت عمها وميمه بالتفصيل، كل شيء تاعها تخدموا بالعقل. قلت لها كان انا من قبل اني درت 10 قلت لي يما انتي تزربي انتي تزربي خليني نخدم في عقلي. تخدم في عقلها ولاحظتها يعني، وكل شيء تاعها معدول وباهي. هاي الحبيبات الغاليات دارت لي البوراك، انا نقلي منها الرجله لاني رايحه نقرني بها الكفته، وكي تتقلى تجيك على شكل يعني تعطيك شكل هكا الكفته تاعك وتجي بنينه. هاي ريتاج تخدم منا وانا نطيب لها منا لانه ما بقاش يعني بقى نص ساعه يأذن المغربه الحبيبات الغاليات. كما راكم تشوفوا الحبيبات الغاليات درت زوج مقالة وحده منا باه الانسان يقدر يكمل. هي الكسره تاعي واش نقولكم درتها بيدي يعني جات واحد الكسره ما شاء الله يعني روعه. راكم تشوفوا كيفاه منفوخه، يعني البيترا تساعدك كي تعودي مثلا كي البوراك راكي تقلي فيه البيترا راهي تعجن. هنا قلت لي يما رايحه ندير تاع العظمه، هي تشتي تاع العظمه راكم تشوفوا كيفاه داراتو ورايحه تفرغ العظمه الداخل. وهذا تاع العظمه واش نقول لكم يزلق، واش نقول لكم حبيباتي خليوها تتعلم. بنتكم بغات تخدم خليوها تتعلم، مره تعدلوا مره تعوجوا وهي رايحه، ساعه ديروا كاريه معدوله ساعه معوجه وهي رايحه. هنا قلت لها حطيه لهنا نحطه لك تقلى، قالت لي يما من يدي ديريكت المقله واش نقول لكم وحده قالت لي يما ما يتحطش في التبسي ديريكت في المقله قلت لها روحي. كنت تشوفوا واحد البورك داراتو باهي يعني كمبتدئه باهي ومعدول ما شاء الله. وانا نطيب من الكسره الحبات الغاليات ونزرب ندير لورده في المنه. راكم تشوفوا جو تاع رمضان الكسره منا محطوطه وحده نطيب فيها ندير في لورده في المنه
كما تعرفوا مكونات تاع لورداف: الخيار، طماطم، البسباس، حبوب الذرة، الكبوب، الجزر، الروز. لورداف تاعي، الروز تاعي واش ندير فيه؟ ندير الطو تاع الزيت ونخلي معاه شويه زيت. الزيت هذه تمدلو واحد الكو. كاين اللي ينحيلو الزيت نهائيا، انا نشتيه بالزيت يمدلو واحد الكو رائع. نزيد له شويه نتاع المايونيز الحبيبات الغاليات. المايونيز يخليه يتلم، ما تكثروش المايونيز بزاف، يعني شويه برك باه يتلم لك. راكم تشوفوا واحد الكسره، يعني ما شاء الله يا الحبيبات الغاليات. شوف والله لا طونج وخفيفه، روعه روعه حبيباتي. هيا هنا نبداو نخرجوا للطابله. ريتاج كملت، راهي وجدت لي الطابله هي اللي عدلت التباسه. هي قلت لها بنتي علاه زدتي التباسه هذو الكحل؟ قالت لي ما خلي نبهيو رمضان، لازم نديرو هكا رمضان. قلت لها كثروا الماء وتغلبي. قالت لي خلي انا نغسل. قلت لها روح. طاجين واش نقول لكم، هنا هزيت المغرف ما تولهش فيه، لقيته شويه هكا مضبب، قلت خلي نغسلو، لازم نغسلو، لازم كل شيء يكون نظيف حبيباتي. هنا راهي توجد لي بنتي الحبات الغاليه تحط لي. المهم عاونتني الحمد لله. كان ماشي ريتاج عدلت البوراك تاعها، كم تشوفوا دارت له شويه دبشه. المهم يتعرف تخدم لانها تتوله وعلى بالها الحبيبات الغاليات. هيا شويه كسره كما راكم تشوفوا. هذا هو الفطور تاعنا الحمد لله. كانت شويه الاضاءه ناقصه في الهول، الله غالب معليش. شويه حميص، شويه دبشه الحبات الغاليات لازم تكون. الطاجين تاعي عدلته بهذا الشكل الحبات الغاليات، وكل واحد كيفاه يبغي يعدلوا. على بالكم في رمضان تشتيو تنوعوا، تشتيو تخدموا هكا، يعني حاجه هكا. السلطه تاعي درتها كما هكا بهذا الطريقه حبيباتي الحمد لله. الكفته تاعي كما راكم تشوفوا الحبه تاع الثوم يا حبيباتي، هبلوني الحبه تاع الثوم، يعني سبحان الله جاو باهيين، جو روعه روعه. المهم الانسان يحاول يدير مجهوده ويفطر العائله وخلاص. هذا البوراك تاع ريتاج نقصت له طابع على يعني نار قليله، هذا تاع العظمه، يعني جا واش نقول لكم، بنين 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 يشهي وباهي كما راكم تشوفوا حبيباتي. الاضاءه ما عطاتلوش حقه برك، يعني ديول الحيزيه هذو راهم مليحه البنات تشريوهم وما تخافوش منهم نهائيا. هذا هو الفطور تاعنا. نتمنى يعجبكم الحبات الغاليات، نتمنى تنوضوا حتى نتوما ديروا حبه الثوم هذو تاع الكفته وتزهيوا الحاله وما تتقلقوش وفوتوا برك، خاصه انت اللي راجلك يشرب الدخان، غير ما تقلقيش، كولي واش كتب ربي وخلاص. الحمد لله كما قلت لكم الدنيا طبقات طبقات يا الحبيبه الغاليه. ان شاء الله نشارك معكم الفيديو كامل. اللي عجبت لها هذه الطاوله تقول لي ريتاج عجبت لك، اللي ما عجبت لهاش نورمال عادي، كل واحد ياكل مقدور وكل واحد ياكل واش قدر عليه. ديروا لي جام الحبيبات الغاليات. هيا قداه نجام نلقى في هذا الفيديو. لا عجبت لكم ديروا جام، لا ما عجبت لكمش ما ديروش يا حبيباتي يا غالياتي. نوضوا اقفزوا ديروا لولادكم وراكم تؤجروا على هذا الخير اللي راكم من الصباح وانتم توقفوا من الوحده حتى يعني حتى المغرب الحبات الغاليات. والوقت اللي نروبوزيو فيه هو الركوع تاعنا، يعني كي نجيو نصليو ورانا نرتاحوا في هذيك الدقيقه يا الحبيبات الغاليات. هنا رانا نفطروا الحمد لله. اني نصوركم الاجواء باش حتى كنتوما تنوضوا وديروا. هنا الكسره اللي بقات الحبيبات الغاليات بقاو لي 2 كسور وبقات لي شويه لاني درت بزاف الحمد لله 5 كسور. تبقى لي الغدوه باذن الله. سلطه راهي بقات لي من بعدا ياكلوها لا جاعوا ولا صحروا ولا. والحوايج تاعكم البنات اللي تشريوهم تاع الاكل ما كان لا تخليوهم في البيضه تاع القصدير لانهم مش صحيين. على بالي كامل راكم عندكم البلارات هذو تاع الحمص وتاع المايونيز هكا، لوحوهم في الفريجيدار سكروا، ما تعبيش وما تقوليش تعبت وتخلي الخضره تاعك تطايش. شوفوا البنات الساشيات هذو شراهم لي وليدي اللحم اللي حت فيهم الخضره هذه، قلت نجربهم لا كان ملاح ما يتفزليش الخضره نعود دوما نديرهم هكا. الفريجيدار تاعك ديما يكون نقي ونظيف. الطوال البنات خليته لاني غدوه رايحه نزيد نستعملو غدوه. اخلص الحبيبات الغاليات. تمسحي الفريجيدار تاعك، لازم الفريجيدار تاعك دوما تمسحيه يقعد لك نظيف تهناي. انا نخدم منا وبنتي ريتاج تعاون فيا منا، وعلى بالكم الكوزينه كامل
وحوالها واش فيها، تتعاونوا فيها. ويا ربي في شهر رمضان الحمد لله كي كملت فريجيدار مسحته ورتبت الحوايج تاعي. وعلى بالكم بزاف تكثر الخدمه في شهر رمضان خاصه الفريجيدار عليه سيركيلاسيون. واش نقول لكم، هنا هذو اللي بقاو لي غدوه نديرهم الحبات الغاليات. حفظتهم هكا في صاشيات وحطيتهم هكا الحمد لله. الجاري اللي بقى لي الغدوه يعني مش رايحه ندير البركه الحمد لله ما تطرماش طعام ربي. الروز ثاني درت بزاف على يومين ولا على 3 ايام هكا على الكيف الحمد لله. خدم منا المهم في الاخير حتى ولو غلبتي تكون النتيجه رائعه يا حبيباتي. ما تخليو حتى حاجه تراكم ولا طايش فوق البوطاجي، كل شيء في بلاصتو هكا رايحه تحسي يعني بالراحه. وتلقاي وقت باه تقراي القران، تلقاي الوقت باه تخرجي غدوه مثلا تجيبي حاجه. المهم تلقاو الوقت كي تعودوا مرتبين. هنا البوراك اللي بقى تشوفوا الطعام ربي اللي بقى فتات علاه نلوحو نرميه ولا نخليهم بعد يترنخ ولا نخليه الغدوه الصباح نسخنوا الاصاله تاكلوا. كما تعرفوا الولاد الصغار يشتيو الكسره والولاد ابي وسراج طعام ربي مش مليح يطرمى. هنا الحبيبات الغاليات في هذه الشبكه ديما ندير الحليب والشربات وكل شيء باه ما يسيحليش. خيشتو ساعات تسيح لكم حاجه في الفريجيدار وليت ندير هكا في حاجه ونلمهم كامل باه ما تسيحليش. هكا الفريجيدار تاعك يكون منظم ونظيف. ما تخليوش الكركبه في الفريجيدار وتتقلق وتحوسوا على حاجه تعفن لكم حاجه تفزد لكم حاجه. المهم القوه والاراده البنات. هنا كما راكم تشوفوا المواعن جبتهم كامل حطيتهم اللي هنا فوق البوطاجي الريتاج باه تغسلهم لي كما راكم تشوفوا. الحمد لله اللي عنده البنات خواتاتي والله راه في نعمه. كاينين اللي عندهم البنات وما يشتيوش يقولوا لك بغينا طفل. يا اختي ما كتبلكش ربي طفل هذا ما كتبهولكش ربي على بال واش كاين. زعما الطفل هذا واش راح يدير لك؟ يعني الطفل هو مليح حتى هو يوقف لك في ظهرك، تخرجي برا يكون معاك، تروحي بلاصه مع بعيده معاك، يعني ظروف المرض ولا يوقف البابا هو يوقف لك. بصح الحمد لله كل واحد واش عطاله ربي. ما عطاهولش ربي واش ندير؟ واللي عطاله ربي الذراري ما تحزدوش قولوا الله يبارك وربي يبارك له في ولادته. واللي عندها البنات نقول لك اختي العزيزه وبغيتي طفل ربي يرزقك بالطفل ان شاء الله. هنا حطيته هنا في الهوله الحبات الغاليات باش اللي بغى من بعد ياكل. القهوه واش نقول لكم، القهوه لازم هي الاخره. انا نشتي ننظف ونحي ومن بعد نشرب القهوه. يعني ريتاج راهي تغسل لي في الماعن من هيه وانا ندير في القهوه من الحبات الغاليات. على بالي كامل راكم تشتيو تشوفوا القهوه. اليوم رايحه ندير فنجان كبير حبيباتي. كيما على بالكم القهوه حكمت علينا لازم نشرب قهوه. نشتي نشرب القهوه خاصه في رمضان نشتي نشرب بزاف فنجان هكا كبير. المهم الحبيبات الغاليات نتمنى ما يكونش هذا الفيديو الطويل عليكم ونتمنى تتحفزوا حتى نتوما وتنوضوا. وهما الكويزينيار حالتها حاله دوما في الايام العاديه وتتوسخ. وين يا في رمضان نورمال عادي. هذا هو المطبخ وخلاص. المهم انتيا تكوني قد المسؤوليه وتغسليها وغدوه تطبخي عليها وهي نظيفه. يعني الكوزينير كي تكون نظيفه تعطيك هكا يعني طاقه ايجابيه تقدري تخدمي. كي تكون الكوزينير مسخه ما من نفسيتك تحكمك الكآبه. كما راكم تشوفوا الحبات الغاليات ريتاج غسلت لي الماعن. المهم نعاونها انا نغسل الماعن الكبار هي تغسل فوق البوطاجي وانا نغسل هكا البرم كما على بالكم في الارض. المهم تعاوننا. هنا راني نلوح لها الماء باش تسيق لي التسيق يعني سيقت وحدها الحبيبات الغاليات. قالت لي ما خلي برك انت غلبتي راهي تسيق لي. نلوح لها الازيز وهي طرغي الحمد لله. المهم الحبيبات الغاليات هذه هي الدنيا. الانسان يتعاون على كل شيء ومليحه المعاونه البنات. علاه نقول لكم البنات راهم ملاح نعمه وبعض الناس ما يعرفوش قيمتهم يا حبيباتي. المهم ربي يرزقكم كامل. على بالي بعض المتتبعات راهم ما عندهمش البنات. ربي يرزقكم كامل يا حبيباتي في شهر رمضان. كاينين بزاف اللي قالوا لي ريتاج ادعي لنا يعطي لنا ربي يرزقنا ربي بالحمل. ربي يرزقكم كامل يا حبيباتي يا غالياتي. ربي يرزق كل محروم يا رب. اللي بغات طفله يعطي لها ربي طفله، اللي بغات طفل يعطيه لها ربي، اللي ما عندهاش طول ان شاء الله يرزقك ربي بتوأم. انا نتمنى لكم غير التوأم يا البنات.
هكا في الضربة باش تهناه باش تهناو البنات خواتاتي. نغسل الطابونة تاعي الحبات الغاليات، تشيط عليها الدجاج، اللحم، المهم كل شيء راه يتخدم فوق الطابونة حبيباتي يا غالياتي. الريتاج راهي تكمل الحبات الغاليات منا كيما على بالكم. المهم نتعاونوا وخلاص. هاي الحبات الغاليات نتمنى لكم شهر كامل واش ارواح. نتمنى لكم شهر شوفي نتمنى لكم شهر كامل يفوت بالصحة والهنا. كاينه وحده متبعه قالت لي ام ريتاج راني مريضه، يعني بزاف متتبعات قطعه قالوا لي رانا مرض وولات مساكنين يشفوا. ان شاء الله ترتاحوا البنات خواتاتي، معليش نوضوا برك كبروا برك ديروا ولو شويه جاري برك لولادكم. الحمد لله هذه هي الدنيا الحبيبات الغاليات. هاي القفزه الفحله وين راهي تسيق الحمد لله. الفريجيدار تاعي كيما على بالكم ما درتلوش طابله، لازم تحليه وتمسحي تحته هكا ولا يقعد الماء فيه يا حبيباتي يا غالياتي. هاي الحبيبات نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ونتمنى تنوضوا وتتحمسوا، ونتمنى تخلوا لي كومونتير هكا ملاح، ونتمنى تقولوا لي لا كان فيه افاده ولا ما فيهش افاده ليكم حبيباتي يا غالياتي. المهم الحمد لله ثم الحمد لله. هنا راح يتكمل لي في الهول الحبات الغاليات كما على بالكم، والهول ناكلوا فيه كما على بالكم. المهم الاوساخ خاصه اللي عنده الولاد صغار. هنا البيترا تاعي حبست لي كيف طهر وكمل جا راح يخدمها لي. هو عنده هكا عنده خبره هكا، عنده موهبه في الحوايج هذو يخدمهم، فريجيدار، ماشينه لافي، المهم الحوايج هذو سيشوار ولا لي بلاك ولا دوما هو اللي يخدمهم يا البنات خواتاتي. مهما تثيله يفسود ديس ها شبيك انا ويلي هنا كما راكم تشوفوا اخدمها لي الحمد لله الحبات الغاليات. وجاء وقت كما نقول لكم دركا وقت الفلو. زادوا شويه يعني مورا العشاء، خرجوا من العشاء درك لازم ياكلوا لي الفلو. الولاد صغار ياكلوا الفلو ويرقدوا لانهم ما يسهروش، لازم عليا نحط لهم الفلو باه ياكلوا الحبات الغاليات. والاخرين الكبار كي ما بغاو ياكلوا وقت ما بغاو، لانهم كما على بالكم الكبار يسهروا والصغار ما يسهروش. لازم نديرهم، لازم تكوني يعني قد المسؤوليه، ماشي تخليهم مساكن خاصه في شهر رمضان. اما الفلو لازم تديه لهم، ما تخليهمش مساكن راقدين هكاك وتقعد لهم حرقه في قلوبهم. شكون اللي ولاتها كيما هك. اما الفلو هيا نديه لهم الحبات الغاليات. الحمد لله هذه هي الدنيا، فوتوها باللي كان وخلاص. الحمد لله ثم الحمد لله يا حبيباتي. كما راكم تشوفوا لي فارين هذو باهيين على الكيف، والولاد يعجبوا لهم الحوايج هذو نتاع النيلو. هاني حطيت لهم. رجعت نمسح البيترا تاعي ونحطها الحبيبات الغاليات باش غدوه ندير فيها الكسره ولا غير غدوه. يعني عندي الكسره غير غدوه ولا المهم المواعن مغسولين كما راكم تشوفوا معدولين. غدوه الصباح نعدلهم هذا مكان يا حبيباتي. وما بقى لي غير نقول لكم تصبحون على الف خير، وخليوا الكوزينه تاعكم دوما هكا نظيفه باه تحسوا بالراحه وتحسوا يعني وتكملوا النهار تاعكم لثاني رمضان ان شاء الله. لكنا ملحيين. ديروا لي جيم القناه اذا عجبكم الفيديو، دوما نقولها لكم نكررها لكم. ومع السلامه يا حبيباتي يا طيبات القلب.